الاوبترا مسمار مسمار اتفرجنا عليها. دي الاوبترا قبل ما تبقى اوبترا. الربط وانت بتربط لو في قلنا خطأ تظهر هنا، بتديك اضاءة مختلفة. على حسب ما فهمت ان في هنا السنسور، لو حصل اي خطأ في التصنيع بيسمع في نفس اللحظة عند الشركة الام هناك، فبيقف كل حاجة لحد ما بيراجعوا الخطأ. جماعة العربية الاوبترا دي عارفينها؟ تعالوا اوريكم بتتصنع ازاي. هخش المصنع دلوقتي، انا عند المصنع اهو، هخش اوريكم الاوبترا. ركز معايا، انا دخلت مصنع شيفورليه وادي الاي دي بتاعي محمد الباشا. خلي بالك مش اي حد بيخش المصنع ده، مش اي حد بيصور. فتعال نخش دلوقتي اوريك الاوبترا بتتصنع ازاي مسمار مسمار. سريع عن العربيه الاوبترا، مش كامل طبعا، العربيه بقى لها سنه موجوده في السوق، ولكن هنتكلم سريعا عن شويه فيتشرز احنا شايفين ان هي ممكن تكون هيدن او احنا هنجرب العربيات دي كلها دلوقتي على الطريق. من الحاجات اللي لفتت نظري النمر بتاعت العربيه دي جيم جيم، النمر بتاعت العربيه دي يه، النمر بتاعت العربيه دي به، النمر بتاعت العربيه دي هه مش عارف عملوا كده ازاي. النمر بتاعت العربيه دي نون، النمر بتاعت العربيه اللي ورا نون برضه. لا منصور سيطره برضه، خلي بالك. عايز اقول لكم ان في مفاجاه نازله في العربيه الاوبترا دي، انا مش عايز اقول هي ايه، قفشتها انا، ما انا برضه يعني. المهم ايه، قفشت الاوبشن الجديد اللي نازل، هو لسه ما اعلنوش عنه يعني. فرحت نازل قال لهم يا جدعان في اوبشن، انا قال لك لا مفيش، ده يا راجل ده عربيه تيست انت تعمل، انت مش عليا انا الكلام ده، انا بتاع عربيات. الاوبشن الجديد قال لي نازل بس ما تقولش لحد. فانا مش هقول، بس اللي بيفكر يشتري اوبترا انا بقول لك الايام اللي جايه في حته حلوه قوي في العربيه الاوبترا هتعمل. صور كل الألمانيات ده المنظر النهائي عشان اخش المصنع. دي نضاره كبيره، يعني هي ناقصه نضارات، انا اصلا لابس نضاره، دي نضاره كبيره. طبعا اللي انا عايز اقوله ان انا مش اول مره ادخل مصنع بيصنع عربيات هنا في مصر. دخلت مصانع، دخلت بروتون، دخلت بي ام دبليو، جيلي. لكن ليه بقى المتحمس المره دي؟ عشان خاطر ده جنرال موتورز شيفروليه، انت فاهمني؟ فمتحمس ان انا اشوف شيفروليه بتعمل ايه، حتى لو هي الاوبترا الاقتصاديه، بس عايز اشوف مصنع شركه المنصور وشركه جنرال موتورز واصل لفين وايه الامكانيات اللي جواه. او الجاروف اللي كان مستخدم في وضع حجر الاساس. الشركه احتفظت بهذا التاريخ لانه تاريخ لا يمكن التفريط فيه طبعا، وطبعا ده قيمته لا تقدر بثمن. ده وزير التعمير والاسكان بنفسه كان ماسكه عشان يحط حجر الاساس لشركه جنرال موتورز. يلا بينا، الباب هيفتح وهنخش المصنع. التصوير هيبقى في اماكن انا هقول صوروا فيها، يلا بينا يعني ودي اللي هتديك احسن حاجه انت عايزها. فلما هقول يا جماعه ممكن نصور هنا، لبست سماعه عشان خاطر نعرف نسمع هيقول ايه. الاوبترا متفككه قدامي اهي جوه المصنع اهي. دي شيفروليه اوبترا، ابواب الاوبترا وهي متفككه اهي يا جماعه. غالبا واحده خلصت اهي، تقريبا بيديها بصه سريعه او خلاص يعني بتتفنش، فهو بيبص يعمل فحص اخر حاجه. لان لو في اي خلل في دي الجزء ده بعد كده مش هيبقى ثابت، هيعمل نويز، هيعمل زي ما حضرتك بتقول ممكن يفك. خاصه كل الحاجات اللي بتركب هنا حاجات مرتبطه بسلامه وامن الراكب زي الاوبترا هنا قبل ما هنا دي تبقى منظومه بقى الثانيه مهمه جدا. اوبترا فوق لسه تقريبا دي هنا ازاي بننقل العربيه من خطوط بعد كده احنا لسه الاوبترا قبل ما تبقى اوبترا، الاوبترا قبل ما تبقى اوبترا. بصوا نازله ازاي، كواليتي كنترول والشباب مصريين شغالين كلهم اهو. بيتفتح لنا نخش نشوف ايه جوه. يلا بينا. بصوا العربيه الجامبو الكبيره قبل ما تبقى حاجه اصلا اهي. لا الموديلات تحديدا اسمها لحاجه بتتم مش هتلاقوها دي بقى، يعني دي فرصه. عشان كده احنا سامحين بالتصوير هنا عشان تبقى دايما في ذهنك ودايما تعمل مقارنه وتشوف هل في اي شركه تانية عندها نفس المنظومه دي ولا لا. مش هتلاقي. انا بقول لحضرتك يا نهار ابيض، ده صرح. على مستوى شوف افريكا نفسها مش هتلاقي حاجه زي كده. ليه؟ لان السيستم ده مكلف جدا، بيحتاج تشغيله مهاره عاليه جدا فنيا. السيستم ده بيدار اوتوماتيكيا وبالتالي مش اي حد يديره. فالناس اللي قائمه على ادارته، هقول لحضرتك بقى، السيستم ده قائم على ان العربيه بعد عمليات الدهان تتجمع هنا اوتوماتيك بدون اي تعامل يدوي.
تتجمع هنا كل العربيات الالكترونيه. بعد كده العربيه يتم نقلها زي ما حضرتك شفت، انا قلت لكم ممكن تقف تشوف العربيه ونازله وطالعه كده. العربيه دي بتتنقل بناء على خطه الانتاج اليوميه من مكان التخزين اوتوماتيك لللاين لوحدها. روبوت ما شاء الله. فطبعا روبوت بتتنقل لوحدها بالروبوت. بقول لحضرتك مش هتلاقيها في اي مصنع، ودي فرصه يعني مش هتوفر كتير، لان احنا ما بنسمحش بالتصوير في الاماكن دي كتير، لان التكنولوجي بتبقى متقدمه جدا ومش متاحه لاي حد. دي خطوط تجميع العربيه الدبابه والعربيه الجامبو. بصوا ازاي الكواليتي معموله ازاي وكل حاجه ازاي منظمه. وانا اصلا مش مسموح لي امشي الا على الخط الاصفر اللي على الارض ده، لان لو انا مشيت هنا في عربيات بتعدي وتنقل حاجات زي العربيه اللي هناك دي الاوبترا قبل ما تبقى اوبترا. قبل ما تبقى اوبترا. وجميع الركاب الموجودين. بص الشاسيه ده، الشاسيه بتفكك لسه ما بقتش عربيه اساسا. سبب تكلفته العاليه مش بس القيمه اللي بيضيفها للمنتج، انما هو كمان في شويه اضافات عشان سيفتي وسلامه العاملين في المجال ده. لان احنا نتيجه ان الانتاج في مصر بصفه عامه مش بيتطلب اضافه روبوتس عشان نستفيد بالخبرات اللي موجوده عندنا، لان انت لو اضفت روبوتس هنا كل الخبرات دي وكل العماله دي انت مش هتبقى محتاجها، وده مش صح. لان احنا كده يبقى دورنا الفاعل في تحسين واداره عجله الاقتصاد مش هتتم في غياب الناس دي كلها. وللعلم برضو الناس دي كلها زي ما قلنا سبق تدريبهم في الشركه الام عشان تدينا الكواليتي اللي احنا عايزينها. الربط وانت بتربط لو في قلنا خطا تظهر هنا بتديك اضاءه مختلفه وبتظهر المشكله على الشاشه عشان يتم اعادتها واصلاحها، وبالتالي ما ينفعش تغادر المحطه من غير ما يتم اصلاحها. الفوقيه دي بتحمي راسنا من ان في اي حاجه تقع علينا، اللي هي الشبكه اللي كانت فوقيه دي. خبطات ايوه والعزم والكلام ده، ودي متوصله بنظام منع الخطا هنا اللي هي طالما هي جرين يبقى كل شيء تمام، انما لو ادت اي حاجه تانية يبقى في مشكله عندنا. على حسب ما فهمت ان في هنا السنسور لو حصل اي خطا في التصنيع بيسمع في نفس اللحظه عند الشركه الام هناك، فبيقف كل حاجه لحد ما بيراجعوا الخطا، يسمع في نفس اللحظه عند الشركه الام بره. فده سامعين صوت الهواء ده بيفلتر اللبس، عشان انا لبست حاجه تانية وداخل غرفه الدهان دلوقتي. خلاص خلصنا فلتره، يلا بينا نعدي. عدينا. احنا شايفين الروبوتس جوه اهي. طبعا العربيه الرش دي عربيه، وهنا برضه العربيه الرش. هنا العربيه بتترش. نشتغل نشوفها مع بعض. نشوف دلوقتي العربيه بتترش ازاي. وديزاين ياباني، تصنيع امريكاني. وخلي بالك بقى من الحته دي، مش هنقول بقى تكنولوجي ياباني ومتصنعه في الصين والكلام ده، لا، ده تكنولوجي ياباني مصنعه في امريكا وتصميم ياباني ومصنعه في امريكا. في شركه فانوك. نوعيه الروبوتس دي بدات تشتغل اهي لو حد عايز يصور. نوعيه الروبوتس العربيه بتترش جوه اهي. هي احدث نوع روبوتس اصدرته الشركه دي اللي كان مستخدم على مستوى العالم. النوع اللي كان مستخدم كان نوع اسمه بي 500. ولحسن حظنا لما بدأنا في 2017 في هذا المشروع كان النوع الجديد اللي طلعته الشركة كان بي 700، ودي كانت أحدث حاجة. فعلى طول الشركة قررت إنها تجيب أحدث تكنولوجي موجودة في الروبوتس واللي بتنتجها شركة فانوك في الوقت ده. هم هنا بيرشوا العربية، بتاخد دقيقتين عقبال ما تترش رشة كاملة على طول، وفي الساعة يقدر يخلص 25 عربية مرشوشة رش بالكامل. ساعة واحدة تاخد معاه وقت، تاخد معاه 25 عربية. يا جماعة مصنع جنرال موتورز مصر جامد قوي. دي حاجة مش متاحة لأي حد، انما دي فرصة انا شايف انها عظيمة لحضراتكم ان انتوا تشوفوا الحاجات المختلفة. ده من خطوط الانتاج حبيبة الملايين. هي العربية بعد ما تمر كل مراحل الاختبارات وكل الكلام اللي احنا شفناه الجميل ده، قبل ما تتبعت
وتطلع للكاستمر، بتدخل حاجه اسمها جلوبال كاستمر اوديت، او يعني نظام. لا البي دي اي ده حاجه دي حاجه مختلفه خالص، انما ده جلوبال كاستمر اوديت طبقا لمعايير جنرال موتورز. المنتج النهائي اللي احنا طلعناه بنقول المنتج ده ريدي انه يتسلم للعميل، بيتعمل عليه بقى تفتيش، مراحل تفتيش ثانيه عشان نتاكد ان هو طبقا لهذه المعايير متطابق تماما مع متطلبات شركه جنرال موتورز. واللي ده طبعا بس ممنوع اللمس يا جماعه. ده المنتج النهائي، العربيه النهائيه اللي انا ممكن دلوقتي ادورها واشتريها واطلع وامشي بيها. ده المنتج النهائي. هنا بيتم فحصه الفحص الاخير عشان خلاص يبتدي يخرج للمستهلك. طبعا هو بيقول لك ايه، بصوا عادي بس من غير لمس. فانا برضو مش عارف هو ليه من غير لمس، بس ممكن يكون هم بقى ايه عايزين يراجعوا حاجه مثلا في العربيه دي، فمش عايزك تحط ايدك عليها. طبعا المصنع يعني انا يا جماعه انا مش عارف اقول ايه الصراحه. انا فخور جدا ان انا جزء من الموضوع ده، وان انا دخلت المصنع ده. ما كنتش اتخيل ابدا ان انا اخش حاجه زي كده في مصر يعني. الاوبترا مسمار اتفرجنا عليها. خلي بالك الاوبترا من العربيات الاقتصاديه للكواليتي كنترول بتاعتها مظبوطه بالشعره. العربيه نفسها الكواليتي بتاعتها حلوه جدا. اديني دخلت المصنع، اديني صورت لكم، اديني وريتكم. زي ما انتم سمعتوا مش اي حد بيخش المصنع ده، مش اي حد مسموح له بكده. فالشركه اختارتنا عشان خاطر نفرجكم الاجواء عامله ايه. بجد مصنع. طبعا المصنع ده مديره هو الاستاذ محمد سلمان، اللي هو كان بيتكلم وخدنا اللفه دي. انا اتفاجئت ان هو متابعني على فكره وبيتفرج ومتابع الناس كلها يعني، وكان مبسوط مني في كام حاجه كده. خلي بالك انا الموضوع ده بيبسطني، الناس اللي هي الخبره دي. الراجل ده بقاله 20 سنه شغال يعني، واكتر من 20 سنه. جامبو يا جماعه، الجامبو اللي قلب الدنيا سوق النقل في مصر. انتوا بتنسوا، انا عارف المصنع ده اللي عامل العربيه دي وعامل العربيه دي، والعربيه دي العربيه بقى اللي كانت قلب الدنيا دي كانت ماشيه في الشارع عندنا لحد النهارده على فكره، لسه ماشيه في الشارع ميكروباص، الناس بتركبها وبتستخدمها. 1983 شغال. الجدير بالذكر يا جماعه ان الاستاذ محمد عبد الرحمن رئيس قطاع التصنيع والجوده والهندسه، قعدت سالته كذا سؤال وقال لك العربيه دي احنا جايبينها قبل اطلاقها اصلا بسنتين، وجربناها في الشارع ومشينا بالعربيه عدد كيلومترات كبير جدا قبل ما نعمل اطلاق وقبل اي حاجه. وهو طلبني بالاسم ان انا اجي على فكره، يعني هو طلب من البي ار كوميونيكيشن ان انا احضر، قال لهم لازم محمد الباشا يجي يصور من جوه. فانا بشكره جدا على الدعوه الكريمه دي. يعني بصراحه الناس في جنرال موتورز هنا انا مش عارف اقول لهم ايه الصراحه. خلصت بجد. الجدير بالذكر برضو ان الاوبترا القديمه ممكن يكون كان في ناس بتشتكي من حاجات معينه بتاع، لكن الاوبترا الجديده بتاعت النهارده زيرو شكاوي. ما اعتقدش ان في حد اشتكى من موتور، من فتيس، من عفشه، من حاجه في العربيه. انا اصلا خارج دلوقتي ببص على العربيه، انا مش مصدق ان العربيه اللي قدامي دي هي اللي انا كنت شايف مساميرها وشاسيها جوه دلوقتي، وفرجتكم دلوقتي على كل حاجه. مش مصدق انا شفت الكواليتي كنترول دي كلها، المصنع ده كله. مشكله يعني ان المصنع معمول، هم تقريبا خلصوا شغل. الحلو ان المصنع معمول بطريقه، يعني هناك في ملاعب كره قدم وملاعب مش عارف تنس وحاجات كده، عشان خاطر الناس طبعا ترفه على نفسها وهي شغاله وبتصنع، ويبقى الشغل بنفس. واي حد واجهته اي مشكله مع الاوبترا، مع اني عارف ان هي ما فيهاش اي مشاكل، بس اي حد واجهته اي مشكله يبعتها لي فورا وهوصله بجنرال موتورز دايركت يحلوها له. ما اعتقدش ان في حد هيبعت لي اصلا، بس يعني لو في قول لي.